هذا واحد يقول أنا أول ما جاءت البنوك أعطونا قروض، كانت سياراتنا ما أخرت ولي عندي والله تجوز اللي حرمتنا والله أنا أهلها حظر وثرها تبالها شيات ما، وأنا جالي القرض وأنا حطه في ددس الغمرتين أحسب إني ما وراي أحد. يقول أجيبها لي ما تكسر راسي سيفين. قلت السيارة عليها برا يم فلان يم صبرت اللي شوفت عدوك كاتب جايب لي الددسن. قلت ايه ددسن هذه؟ ددسنة ومطورة وفيها مكيف وهذا، وانا اشرح لي ما غيرت ساودن. يقول اركب انا وياها مشوار ولي ما عاد شنو ددسن هذه اسبوع واحد لا تقعد معك، حنا عائلتنا كبيره جايب لي ددسن الناس معها جيوب يقول لي عيفتني في سيارتي وعيفتني في نفسي، لعبت في حسوتي. يقول حنا يا وصلنا مشوارنا وانا اوجف من يوم مشاري الطالب لي عند الددسن وانا اوجف. يقول يا وصلنا لهذا مشوارنا وانا اوجف، هذرني موجف على حف ساسن حق عمارة جديدة، حفور يجي متر ونص حفرة، أذرني حاط الباب حقه على الحفرة. يقول ويتحول زعنانة وانا ما انتبهت، أذر حولت يلا ساقطها بالحفرة. نصفني الله منها. اللي يقول يمني فقدت صوت الحرمة فلانة اللي ما اشوف فلانة عابك الحرمة من خطفها. يقول قلت كذا لعبايتها قالت كذا معنا أذر في وسط الحفرة اللي هي جنازة في وسط الحفرة. يقول والله اني مرتين بغيت ادفنها هذه الحفرة جاهزة، لكن بدفنها اجهز عليها. عيفتني ددسني وتعبي شار لي ددسن فوق 70,000. قلت ظهري جاي والله نصفني منت في كسور في شيء اللي ما طلعت بالسلامة. يقول المواقف العسكرية تضحك، والعسكرية بصفة عامة فيها متعة والقصص والمواقف فيها مضحكة. يمكن عام 20 كان في شدة في الكتيبة لنا فيها وفيها شدة قوية، والمهم فيه رقيب السرية قوي ويجازي ما يلهب الجنود غير من 12 ساعة خفارة وفوق مرة شديد. وهكذا اليوم يجازي له 2 من اخويانا، 2 صراحة موقفهم مضحك. جازا له 2 اليوم جايني في المجلس حق السرية، قال يا ابو بجاد حنا جازانا الرقيب فلان جازانا ب12 والجزم كانوا ما يحطونها الا خميس وجمعة، جزا اللي عنده جزا يمسكونه خميس وجمعة ما يروح له، واليوم ما اسولف معاهم اللي ما عاد يقبلون المزح غير يفكرون في جيز الرجال هذا. وانا اطلع من عندهم يوم اني جيت رحت للرقيب اللي هو يبيع تمر، الرقيب يبيع تمر تنك تمر. قلت هذه الباع يا ابو عبد الله؟ قال اي والله انا الباع ابيعها واجيبها من بيشه وتمر طيب. قلت له احد شرى منك؟ قال لا والله انا توني نزلتها من السياره وانا ارجع ولا اجي لاخويا انا مجازيه في الصندقه. قلت الرقيب عليه 100 تنك تمر، ما معكم فلوس تشتروا منه؟ اشتروا لو تشترون التنك كله اثنى الجزاء يروح يطيع عنكم. قال او نشتري لو التنك ب2000 ريال. هم يروح ولا واحد اللي مشى تقول تجود فيه ورع ما غير يقول اللي مشى دخلوا على السلام عليكم هذا الباع يسوي نفسهم انهم زعلانين. قال ايه الباع؟ قال التنك كذا بكم؟ المهم قال ابى اشتريها انا واخوي بيوم واحد عارف انهم جاهزين 2 شرناه وفلوسنا حاضره. المهم يهرب و2 ياخذها هذا و2 ياخذها هذا. يوم سلموا فلوسهم الاول يوم استحى منهم قال ويلحقهم قال ترى العويزه حقت الرجال الجزاء ترى طاع عنكم ولا تعودونها
قال بس كثر من الترك. زال الترك طال عمرك فيه، ما نبغى نسلم من الجزوات طبعا. يقول علي الطلاق ان اخذت في صندوق سيارتي لا انخربت، والله لا حتى اعطيتها غنم ولا قدعت منها ولا كلت منها، كلها علشان اسلم من الجزاء.